السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. جبت لكم وصفه كوريات الدجاج بالصلصه الحمراء من ألذ ما يكون. وصفه ما غاديش ندموا عليها، وذوق يا سلام. حتى الريحه تاعها وحدها. نبداو الوصفه تاعنا بسم الله. عندي لهنا فلفل احمر، فلفل اسود، شويه كمون، شويه قرفه، شويه سكنجبير. وعندي لهنا معدنوس اللي كنت رحيته مع الثوم، والكميه تاع الثوم والمعدنوس وانتم على حساب واش تحبوا، كاين اللي يحبوهم وكاين اللي لا. عندي لهنا ملعقه صغيره نتاع ملح، نضيفوها له. حرزو تنساو الملح. ونضيفو لهنا كميه يعني طرف تاع خبز. نزيدو له شويه حليب، يعني قادر ما ديروش حليب ديروا غير الماء، المهم شمخوا طرف تاع خبز وضيفوها له. هو اللي راح يعطيكم الطراوه للبولياشي تاعكم. زيدوا ضيفوا ملعقه صغيره نتاع خردل وخلطوا مليح. بعد ما يمتزج الخليط تاعنا نزيدو نجيبو حبه بيض كامله ونخلطوا الخليط تاعنا. البيض هو اللي غادي يخلي لنا داك الدجاج تاعنا يعني متماسك وما يخليش ينتحل لنا في لاصوص. نخلوه على جهه ونروحوا نوجدوا درك لاصوص. عندي لهنا كميه من زيت الزيتون، ضفت انا كميه زيت الزيتون وكميه تاع زيت سونغو. تقدروا تستعملوا غير سونغو او لا زيت الزيتون، كل واحد وكيفاه. ونخلوه يتقلى براحته. ونروح نجيب الطماطم اللي كنت سكرفشتها، نضيف لها ملعقه صغيره من الطماطم المصبره، نخلطها ونخليها على جهه حتى اللي يتقل لنا البصل تاعنا ونضيفها. ونروح لهنا نوجد كميه الدجاج. لازم لهنا ندهن يدي بالزيت وحتى الطبسي باش نتفاداو الالتصاق. نكمل الكميه كامله اللي عندي تاع الدجاج. ونروح للبصل اللي يكون بعد ما تقلى، نضيف له الطماطم المصبره اللي كنت خلطتها مع الطماطم اللي طحنتها، رحيتها ولا طحنتها. ونضيف لها المعدنوس والثوم وفلفل اسود وفلفل احمر. ونضيف لهم ايضا الزعتر، ملعقه صغيره من الزعتر. خلطوا مليح ونبلعوا عليهم ونخلوهم يتقلاو بغردهم. لهنا كانت عندي مرق الدجاج، ثم الا كان عندكم صحه، الا ما كانش عندكم معليش ضيفوا يعني غير الماء. لهنا برك كان عندي الدجاج اللي كنت طيبته هكا في الماء، ضفته يعني دائما ما نقصش الماء اللي هذيك لاصوص اللي يطيب فيها الدجاج. ويا ونستفو هكا. كانت عندي البطاطا درتها من تحت، وهذوك البوله تاع الدجاج درتهم من الفوق. وهذه هي الطريقه، دائما البطاطا من تحت والدجاج هو اللي من الفوق، خاصه في الطاجين اللي كيما هكا. وخلوه يطيب على غردو حتى تسيبوا ديك البطاطا تاعكم طابت. عرفوا يعني الدجاج باينه بلي يكون طاب، لانه بالخف يطيب الدجاج. الريحه اللي غادي تكون، واما ديك البنه رايحه تولي لكم ادمان. يعني وصفه سهله بالخف طيب ليه نتوما درتو غداكم ولا عشاكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.